السلام عليكم، مرحبا بكم متابعيني الكرام في قناه ام بشار الطبخ والمغامرات. اليوم حبيباتي جبتكم بواحد الطاجين مغربي، طاجين البطاطا باللحم الخروف. يعني طريقه جد سهله بسيطه، مكونات بسيطه كذلك. ابقوا معنا الى اخر الفيديو وتشوفوا طريقه تحضير هذا الطاجين البنين بالبزاف. واللي ما ابونيش في لاشين ابوني باش ديما يطلع لكم جديد، وما تنساوش تدعموا القناه باش ديما نعطيكم جديد باذن الله. متابعيني الكرام، كما قلت لكم راح نحضروا طاجين مغربي تاع البطاطا باللحم الغنمي. يعني وصفه سهله، مكونات جد بسيطه، ويعني والاكله بنينه بالبزاف. شوفوا معنا طريقه التحضير. المكونات كما راكم تشوفوا، عندنا اللحم هكذا طرف قد ما تحبي، عندنا الطماطم، عندنا البصل والثوم موني مكثره الثوم، وعندنا البطاطا قطع على الشكل هذا، وعندنا الفلفل ولي زيبيس. هذا ما كان. شوفوا الطريقه. اول حاجه نحطوا شويه تاع الزيت بعد ما يكون سخن الطاجين تاعنا. نحطوا هذاك البصل والثوم خليه يتقلى. كما راكم تشوفوا باش ما يتقلى شويه. تشوفي البصل نتاعك والثوم تقلى، دركا نضيفوا الطرف تاع اللحم هكذا ونخلوه هو ثاني يتقلى معهم. صح نضيفوا لي زيبيس باش يتملح ويدخل فيه لي زيبيس في اللحم هذاك ويجينا بنين هكذا. كما راكم تشوفوا خلوه يتقلى مليح، ومن بعد عاد نضيفوا المكونات اللي باقيين هكذا. دوكا نسكروا عليه خليه يتقلى مده 5 دقائق ونضيفوا باقي المكونات. دوكا راح نستفوا ديك الخضر اللي عندنا ونمرقوا شويه ونخليوه. نضيفوا طماطم هكذا تساوي، نضيفوا البطاطا، كما راكم تشوفوا. نحطوا الفلفل هذاك هكذا، نزيدوا شويه تاع لي زيبيس هكذا والملح. دركا نضيفوا شويه تاع الماء برك باش نمرقوا ونسكروا عليه. كما راكم تشوفوا شويه برك هكذا ونسكروا عليها ونخلوها طيب، من بعد نرجعوا لها. يعني حكايه ساعه هكا. كما راكم تشوفوا متابعيني الكرام، راهو طاب الطاجين تاعنا كما راكم تشوفوا ما شاء الله. الريحه راهي تشهي. دوكا راح نحطوه في طبق التقديم. يعني روعه وسهل كما قلت لكم، مكونات جد بسيطه. جربوا هذه الوصفه وان شاء الله تنجح معكم، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله وشهيه طيبه.